جدا. وبحب طبعا من الأوائل طبعا فؤاد حداد وشاد حاجات، طبعا ما فيش كلام يعني. وهل حضرتك تعتمد زي طباعة أي دورين دي على حسابك الخاص ولا بيكون في جهة إنتاج مسؤولة؟ لا في طبعا جهة إنتاج. ده أفضل للشاعر يعني أحيانا بيكون الشاعر يعني أنا بحس إن أنا لو خلاص استمتع الحاجة. يعني لما المنتدى مثلا يطبع لي أو لما دار الإبداع تطبع لي، يعني الديوان اللي هو الحب في الدين التحرير دوت، دار الإبداع هي اللي بتفكرها دي. أي نعم هم مدينين فلوس يعني بس هم طبعوه يعني. طيب ردود الأفعال من جانب النقاد على الديوان كان أخبارها إيه؟ يعني حضرتك قلت إنك بتهتم جدا برأي النقاد. كانت ردود إيجابية. كانت هايلة جدا يعني الحب في الدين التحرير كان هايل جدا جدا ردود. طب وأكثر قصيدة نالت إعجاب النقاد والجمهور وحضرتك تقولها النهارده كل مشاهدينا هتبقى إيه؟ والثاني ألاقي السوق جبل فضة وتبكي عينيكي أسود، عريس راكب على حصاني ونفسي تكوني عنواني تقولي بالزمن عدى وأنا صغير وأشتاق. ألاقي السوق جبل فضة وتبكي عينيكي أسود، عريس راكب على حصاني ونفسي تكوني عنواني تقولي بالزمن عدى وأنا صغير، وحيد من وأنا صغير وحاسس إن أنا صغير قتلت الباب على نفسي وكافي خير على خير ولا بأذي بشر غيري، وأقول أيام وأتعدي ونفسي أيامي تتغير. أنا صغير وليه يمكن اللي شايفاني كمان كبير وسر خطير، عجوز شايل على كتفي غنى وأساطير وسن كبير. ما ينفعش أكون ثالث لأحلامي، أكون بكرة في أيامي لأني كبير وأنا صغير وحاسس إن أنا صغير وشايفاني كمان. كنت يستعمل بس عملت طبعا بعد الثورة أكيد حضرتك تابعت كل الأعمال الخاصة بالشعر، فإيه أكثر الأعمال المميزة؟ أنا الحقيقة أنا متعصب لأستاذنا عبد الرحمن يوسف، والقصيدة بتاعت الميدان بتاعت أستاذنا عبد الرحمن الأجمل عجبتني جدا، وطبعا أستاذنا سيد حجاج برضه له قصيدة رائعة، وفي أستاذ محمد العدل عمل قصيدة هايلة اتعملت بغنت على فكرة برضه سمعتها برضه بغنى وأغنية لطيفة. في طبعا أغاني مستحيلة إن هي تعرف أي حاجة، يعني كل سنة في الليل كلام بسيط من أكثر الأغاني المميزة. كل الأغاني اللي اتعملت في الأخيرة طبعا من غير اللي هي بتاعت شهداء 25 يناير ما تستحدث يناير والحاجات دي حاجات طبعا كان فيها المستوى يعني، لكن في أصوات في أغاني هايلة جدا. يعني الأغاني دي اللي هي بتاعت الأغنية بتاعت كل سنة في الليل دي مستحيلة، السهل الممتنع خالص ورايحة خالص كده في قلب على طول. في أغاني كده حلوة جدا. وإيه هي الصعوبات اللي واجهت حضرتك في الحب في التاريخ؟ هل كان في صعوبات معينة؟ هي كانت صعوبات مادية بالنسبة للطباعة وكده، وهي لما اتصل بيها الناشر وطلب إن هو يطبع الديوان دي كانت أسعد حاجة في حياتي. طيب عايزة أتكلم مع حضرتك على الطفل الموهوب. يعني مسؤولية اكتشاف الطفل الموهوب بتكون مسؤولية مين؟ هل مسؤولية الأسرة الأم والأب ولا مسؤولية المدرسة؟ وموهبة الطفل تبدأ في الشعر من سن كام؟ بالتقريب طبعا هي بتختلف من شخص للتاني، ولكن تبدأ من سن كام؟ هو الطفل الموهوب ما بيطلبش حد يشوف، يعني هو بيدوها في الجبل، يعني تحس إن هو حتى في الفصل يجلس يبقى طالع وما بيستناش حد، هو بياخد، لأن هو بياخد مكانه. هو لو عنده موهبة بيجمع أصحابه حواليه ويخليهم يطلبوا منه إن هو يعمل الموهبة دي، فهو ما بيصبرش لأن هو طاقته أعلى وربنا بيديله منحة أكتر، فبيبتدي إن هو يشتغل عليها أكتر لوحده، ومش مرتبطة بأي حد إن أي حد إن هو مثلا يكتشفه أو كلام ده كده أو بتاع، لا هو إن مفيش حد يصطدم بيه. الموضوع تبقى عامل زي الشلال اللي هو بينفجر. ممكن حد بقى يكبسها هتبقى حضرتك، بس مفيش حد يشجع حد، هو في حد ممكن يسيبه يشتغل فيطلع، وممكن حد يبتدي يحاول يخليه يعني يعصر له المسيرة بتاعته. طيب وهل احنا استاذ عماد عندنا في مصر مراكز متخصصة في تنمية مواهب الأطفال في مجال الشعر التحقيقي؟ لا طبعا. ما عندناش. لا احنا مش عندنا حاجة خالص. وبعد الثورة يعني حضرتك أكيد متابع. إن شاء الله أنا حاسس إن شاء الله يعني بس يعني الناس مستعجلة، أنا مش عارف حد يستعجل، يعني أنا حاسس إن إحنا قلنا يعني في الأول يعني إن شاء الله يعني 5 سنين بس، يعني مش 5 أشهر، يعني هو الناس مستعجلة أوي. أنا حاسس إن شاء الله هيبقى في كتير، وإن مصر هتخش في مرحلة كبيرة جدا جدا،
المسرح يبقى افضل، لان هي تستاهل انها تبقى افضل. ديوان الحب في ميدان التحرير هي طبعا ديوان متميز، حضرتك قدمت لنا رؤية جديدة ومضمون مختلف واشترك عليه، ونرجع مدينة التوفيق. أستاذ عماد سالم نورتنا النهارده، ومشاهدينا الكرام ما زلنا مستمرين مع حضراتكم بعد الفاصل. الزميلة أمل الحناوي.